السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بالله عشان بس ايه مش جايب دماغي. يا سلام. ايش اهم حاجة دماغك. لا ده امر طبيعي يا ابني اهم حاجة دماغك. احنا بني ادم من غير دماغ. الصباح يا حبايبي انا كنت خابزة امبارح بتاوي، اللهم بارك كده، عجبني ولقيته لين كده وحلو، فرحت جايه ايه مطلعه صدر فرخه كده من التلاجة، صدر فرخه حلو كده، وقمت جايه ايه عاملاه شاورما بقى وعاملاه بقى بالبتاوي. مش عايزه اقول لكم بقى حاجه كده يعني جامد من الاخر. اللهم بارك اهو، شايفين المنظر؟ عشان تشتري السندوتش ده من بره دلوقتي تشتري بقى بكام؟ قولوا لي كده. شايفين اللون والطعم بقى ان شاء الله انا هقول لكم عليه. هقول لكم عليه. فبصوا يا حبايب قلبي، المره اللي فاتت كنت شاريه اللي هي ايه اللي هو اسمه كان اسمها الشويبس يا ناس، ولا اسمها الشويبس؟ اسمها الشويبس. فواحده في الكومنتات كتبت لي قالت لي ما الشويبس برضو من ضمن المقاطعه، فاشتريت الفيروز. قلت الفيروز ايه يعني ايه مضمونه يعني ان شاء الله. كويس انت انكسرت. لا يا رشاد بالله عليك افتحها انت الاحسن، ده جامد قوي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم كده الحشو من جوه عامل ازاي. انا حاطه بقى خس كابتشو، جايبه خس كابتشو كده وايه وافتح كده يا رشاد، جايبه خس كابتشو كده ومقطعاها فيه، وعامله السندوتشات يا جماعه، وجايبه علبه زبادي ومايونيز بقى وكاتشب مش عايزه اقول لكم، والشاورما ذات نفسها وانا بعملها عاملاها بقى يعني ايه خطيره. شايفين الحشوه بتاعتها؟ رائع فوق الرائع. يا رب صبرني على الاضاءه، يا رب صبرني على الاضاءه. مش راضيه تيجي، مش راضيه تيجي. انا اعمل ايه؟ قولوا لي، حد يقول لي اعمل ايه في التليفون ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الاول صدر الفرخه وتقطعيه طرنشات صغيره كده او مكعبات حسب ما تحبيها، وبعد ما تقطعيه قومي جايه ايه حاطه عليه بقى التوابل اللي موجوده عندك. التوابل اللي موجوده عندك بعد ما تقطعيه حطها عليه، وتجيبي ايه فصين توم وتقطعيهم وتحطهم عليه، وعلبه زبادي وتحطها عليه. واخده بالك معايا؟ بسم الله. اللي عامل الشرايح بتاعته ديت ان احنا بنحطه على الجريل، ممكن تحطيه في طاسه عادي خالص على البوتاجاز. امسك يا رشا نص صاحي. المهم خلينا نكملها. بعد ما بتقطعي الصدر وتحط اضاءه النهارده، يا ربي صبرني والله العظيم، ابتلاء انا مش عارفه في ايه. انا حاسه انتوا مش شايفيني اصلا. المهم بعد ما تقطعي الصدر وتحط عليه التوابل وتحط عليه فصين الثوم اما تخرطينه مدقين. مش عارف ليه الاضاءه بس بتعمل يعني تصوير حلو يوم ويوم لا. فن. المهم حبيبه قلبي بتوقع بعد ما يعني ما تحط عليها كده، تقوم جايبه بقى شويه زيت او حته زبده تحطهم في الطاسه بتاعتك وتسخنيها كويس جدا، وبعدين تروحي جايه نازله بقى بالشاورما بتاعتك، تاخد الصدمه على طول. لازم الطاسه تكون سخنه وفيها شويه زيت او حته زبده، وتاخد الطشه كده فيها عشان خاطر ما تنزلش ميه وتبقى طعمها حلو ماشي. وتحط بقى عايزه حبه تحط بصل، حطي حبه تحطي فلفل الوان، فلفل اخضر، اللي انت حابه تحطيه، زيتون، اللي انت حابه تحطيه على الشاورما بعد ما تاخد الصدمه كده حطيه. واخده بالك معايا؟ بجد تاكلي احلى شاورما والريحه بتاعتها بتبقى مفحفحه بجد. حط لها بقى نقطه زيت او نقطه ليمون، قصدي خل او ليمون، بعد ما قبل ما تطفي عليها كده تدي لها طعم جميل خطير. ان شاء الله جميله جميله جميله. هتبقى محتاره ما شاء الله بصدر فرخه والله العظيم. تعملي كام سندوتش ما شاء الله. لو عيله بقى يبقى نص صدر فرخه كامل، يعني انا عامله ربع بس. واخدين بالكم؟ انا كنت شاريه الفرخه كبيره فاسم الصدر بتاعها نصين، ده ربع بس صدر فرخه كامل. فما شاء الله لو عيله يبقى الصدر كبير يعمل معاكي بقى ايه سندوتشات ياما. فاعمليها وصدقيني بس موفره وطعمها بيبقى جميل جدا. والله
الاضاءه كده كويسه. لا مش كويس. لا والله. والله ما كويس. مش عارف ايه بقى. انا ما اعرفش ايه السر. التليفون ده حالات. حاله يبقى كويس وحاله يبقى تعبان. الاضاءه كده كويسه. كان نفسي اوريكم السندوتش من جوه عامل ازاي. احنا نشرحه. في شرح تاني. انا شرحت الشاورما انا عاملاها ازاي. تجيبي بقى خس الكابتشو. على فكره لو كتبت يوميات رشاد واميره طريقه عمل الشاورما هتلاقيها عندك على القناه، جميله جدا جدا جدا. فهاتيها وهتشوفها ايه عملت كده. تحط بقى ايه في الشندوتش كده. بصوا يا جماعه ما تقولش على السندوتش ولا الشندوتش عشان ما حدش لسه داخل السندوتش. جديد كده ومضطرب. ما تنطربيش، اوعي تنطرب. الساندوتش. لا الساندوتش. معلش تحصل والله. خبز امبارح بتاوي بقى مش عايزه اقول لكم انا كلت خطير. وكلت النص الاولاني. انت كلت نص واحد يعني. ها انا عارف عارف والله ده. انا هبله. ماشي. تعملي بقى في ورق السلوفان او ورق زبده، بس الورق السلوفان لما بيسخن بيطر العيش. ورق الزبده يبقى حلو. شايفين انا عايزه اقول لكم بس الرغيف عامل ازاي. شايفين وماسك نفسه. اللهم بارك. يعني تحفه كده. تحفه فنيه. والله لو الاضاءه حلوه بس كنت وريتهولكم من جوه، بس الاضاءه مش عارفه معكساني. شايفين. ربي يهديك يا رب. ايوه 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 ايوه. ثم اتحركت شايفين والله. السندوتش. شايفين. جميل تحفه كده تحفه. على فكره انا فعلا بقى الاضاءه. انا لما اعتقد كده. تعرف ليه؟ والله ما انا عارفه. تيجي قدام كده الاضاءه شغاله بصي. بس لا. ابعد كده. بتيجي انا الريموت بتاع يا رب العالمين صبرني. الزبادي بيديلها طعم رهيب. نحط بقى زبادي على مايونيز على كاكا. كاتشب يقلبوهم في بعض. وادهني بيها كده البتاويه او العيش اللي انت هتخبزيه لو مش موجود بتاوي. شويه ميه على شويه ملح كده وتروحي جايه عجنه رغيفين وخبزاهم. والله كنت بتعمله في 5 دقايق. والله العظيم ما كان بياخد في ايدي 5 دقايق. انت نسيت حاجه مهمه رشدت تجيبها. اه صح؟ والله خير. نحس برضه ان في حاجه دي المهمه لان بيبقى فيه صوص والصوص ده ايه بيغرق الدنيا. لازم تحط بقى جبن موزاريلا جبنه رومي بتاع. لو حابه تحط الحاجات بحط، بس انا الصراحه كسلت اطلع من الفريزر. والله اعمل حاجه في البيت اوفر واطعم وانضف وكل حاجه. طبعا. والله العظيم. يعني سندوتش من ده هيقول له ب70 جنيه دلوقتي. وده يا ست ب50 جنيه. ما انت بال50 جنيه ديت يعني لو مش هتعمليه بفراخ خالص ممكن تعمليه بلانشون، ممكن تعمليه بالجبن، ممكن تعمليه ببطاطس ويبقى انضف لولادك برضو من الشراء والكلام من ده. لا هي لو ب 100 جنيه هتعمل احلى يعني كام سندوتش مش واحد يعني بس. هتعمل كميه كبيره يعني. هات بقى غير الاكياس دي. عندي ازاز في التلاجة قلت له جبتها ليه؟ انا عندي ازازه مايونيز وازازه كاتشب في التلاجة. قال لي جبتهم عشان خاطر يحسسك ان انت في المطعم. يعني اقول يا الله. انا حاسه حس والله خير. الحمد لله.
انا احسها من غير اي حاجه. ادعوا لاخواتنا كده يا جماعه، ادعوا لهم كده ربنا يفك كربهم يا رب. يا رب. بصراحة سندوتش رائع. ومليان. حط فيه كمان ايه، هو خيار مخلل كده بيخليه جميل قوي برضه. النهارده الظهر عيد زور وجعني وجع والله العظيم. والله جيت لقيتها عاملة اضحكوا بقى مخلصها. عشان تعرفوا بس ان الواحد اللي بيحب الاكل فما خلاص هو اصبح حاولش مرض بقى. ما تحاولش. فانا ايه كنا بعد صلاه الجمعه كده قمت جايه ايه قايمه بقى وجايبه الحله وغاسله بقى شويه عدس، ورحت جايه عامله شوربه عدس والله العظيم باسمها بالشعريه. شوربه عدس بالشعريه. جيت والله لقيتها بتقول لي ايه، انا قلت لها بقى عند المقابر. النهارده الجمعه بره عندهم. المهم ايه عملت الحله وغرفت لنفسي طبق كبير كده والله العظيم. هخش عليها في الكومنتات انا عرفتكم اهو. المهم ايه عملت غرفت طبق كده، دخلت كلته قدام التلفزيون. بحب اسمع الافلام اللي هي الابيض واسود دي. المهم ايه كنت بسمع فيلم وبعدين لقيت نفسي خلصت الطبق وانا جعانه خالص، قمت جايه غرفه كمان طبق. قعدت بقى كمان كلت ابص في الحله لقيت ما عادش الا طبق. والله العظيم عشان جه من الشغل بيقول لي انت عاملين ايه؟ قلت له ده انا عاملاها لي انا لوحدي عشان خاطر النزار وجعني. عايز تشرب اشرب شويه الباقيين ما تسالش على اللي قبل منه راح فين. مش بقى وخاف. كنت كان عمال بشرب والله بشرب وبص في الحله بلاش. مالهاش فيها حاجة. اسمع البركة. لا اله الا الله. عندنا نشاط اصلا من يعني هو ماليش فيها الاصل كده. ملوش فيه. بس هو الشرب كشوربة كده جميل. تحفه والله. سلك الصدر جميل. ابويا ما كان تعبان اليومين اللي فاتوا والله كنت عامله له حله كده اهو. دي كنت افطره منها الصبح فطار، اقول له اشربه افطر بيه يسلك صدرك كده ويهدي زورك كده. بجد رائع. انت بتحلف لا يا رشا انت خلفت حاجه؟ لا والله. ميبقاش تحلف تاني. انا حلفت بقول بجد رائع. تحلفيني بالعافية؟ لا اله الا الله. نقطع النهارده الساعة 1. قلت له انت كريم يا رب عشان نلحق نصور. يعني احنا جينا كانت مجهزة كل حاجة؟ مجهزة كل حاجة بس ايه النهارده الجمعة بيبقى ولاد عمي متجمعين كلنا متجمعين عند ايه عند ابويا وكده. فبنروح يوم الجمعة بقول لكم ايه بروح بقى نقعد كلنا هناك، فبضطر ان اجي متأخرة خلاف كل يوم يعني وكده. فجيت بقى ايه كنت موضبة كل حاجة، كنت عاملة الشاورما ومجهزاها ومطلعة البتاوة من الفريزر اللي يفك والتوابل بتاع اللي هي الصوص اللي بدهن بيه البتاوي كل حاجة كنت موضباها. وبعدين الساعة 9:30 يلا يا رشاد عشان خاطر نصور. قال لي مش هنلحق عشان انا قلت هعمل يعني في ثانية كده السندوتشات واحطها على الجريل في ثانية. قال لي مش هنلحق هتعمليها والنور هيقطع مش هنلحق نصور. صحيح. خلاص خليها بقى عما النور يجي. قلت له هنقعد ساعتين ده انا جعانة. قال لي طب انا هعمل ايه مش هنلحق. كنت جايه مسخنة طبق عدس تاني. عدس والله العظيم. مديها عدس. ومديها عدس. قلت له مع نفسي بقى انت مش هتاكل منه ولا لا؟ قلت له خلاص مع نفسي بقى. يعني انا اللي قضيت على الحله كلها يا جماعه. انا داخله في مرحله الله المستعان. فادعوا لي كده في الكومنتات ربنا يهديني ويهدي امه محمد جماعه يا رب العالمين عشان انا بجد يعني ايه الراجل ده مستحملني ازاي مش عارفه والله العظيم. غلو.
غلوب. ما انا بهزر غلوب من العدس، غلوب من حلة العدس. لا من حلة العدس ماشي. اهم حاجه ايه؟ ديت ودي ايه؟ طيب لا الابهام ده الابهام. الابهام والله لا ما اعرفش انا الصوابع. ربنا يديمكم نعمه في حياتي حبيب قلبي، واحنا بنفرفر عن بعض شويه كده بحب اهزر معاكم كده. ربنا يا رب يسعد قلوبكم جميعا يا رب. حطوا بقى الله يكون الاشتراك اللي ما اشتركش، وادعوا لاخواتنا كده في فلسطين ربنا يفك كربهم يا رب وينصرهم كده يعني نصرا مبين باذن الله ان شاء الله. ربنا يديمكم نعمه في حياتي حبيب قلبي. حبيب قلبي مع الف سلامه. السلام عليكم. سامحوني والله على الاضاءه، سامحوني. شوفوا